ممكن ده اكتر سؤال جدلي في الوطن العربي كله، مين اخترع الفلافل او زي ما معروفه في مصر بالطعميه؟ بص، اعرف ان الناس متحيزه في الموضوع ده، بس انا سمعت نظريات كتيره من كل انواع عن اصل الاكل اللذيذه دي، ممكن من مصر او فلسطين او سوريا او تركيا او الهند. بصراحه الاخير صعب شويه يعني يصدقوا، بس ما علينا. لكن في مطعم سوري قريب من بيتي، وصاحب المطعم ده بيحلف لي ان في الحقيقه الفلافل سوريه في الاصل، وقال لي يا براين اسال المتابعين بتوعك عن الفلافل وشوف هيقولوا ايه. فايه رايكم؟ هل الطعميه اصلا من مصر او من شام او من حته تانية؟ عرفوني في الكومنتات عشان انا فعلا عايز اقوله رايكم ايه. شكرا جدا.